تصريح خطير من فييرا يفاجئ به الأهلي ويعلن رحيل مارسيل كولر ويسخر من الزمالك ويفجر مفاجأة كبرى للأهلي. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت عاشق ومحب القهوة الأهلوية اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد أن أعلن الإعلام الأهلاوي وعلى رأسه أحمد شوبير والدكتور علاء صادق أن مارسيل كولر سيرحل عن بوابة النادي الأهلي بعد النتائج السلبية التي قدمها خلال الفترة الماضية وخسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري والخروج من بطولة السوبر الإفريقي أمام سان داونز والتعادل السلبي أمام الجونة. وأدلى البرتغالي فييرا مدرب الزمالك السابق بتصريحات هامة إلى شبكة أفريكا سبورت الجنوب إفريقية. قال: أنا سعدت بتكريمي من الفيفا والكاف في نهائي السوبر الإفريقي وعلى العروض المقدمة له أجاب: أنا تأكدت أن مارسيل كولر سيرحل عن بوابة الأهلي خلال الأيام القادمة، وأنا بعد اتصال شركة بوفا الإسبانية وهي أكبر شركة في العالم للتعاقد مع المدربين، وقالوا الأهلي يريد خدماتك في الفترة القادمة، وأنا وافقت مبدئيا على قيمة العقد، لكن أنا أعاتب مارسيل كولر على تجربة خططه الفاشلة مع الفريق. فالأهلي انهار بعد معسكر النمسا بسبب رحيل سيد عبد الحفيظ وإجهاد اللاعبين الأساسيين في المباريات العادية، فكولر لم يستغل دكة الأهلي ففيها الدبيسي ورضا سليم وكريم فؤاد، والإجهاد كان واضح على بعلول. والزمالك اتصلوا بي أكثر من مرة لكن هم أخذوا كل مستحقاتي، ورئيس النادي يتدخل في كل شيء حتى في خطة الفريق. وفي النهاية لو أنت عاشق ومحب القهوة الأهلوية اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.